اللي بيفرق الدولة عن القبيلة إنه القبيلة الأصل فيها والروابط فيها هي روابط الدم والنسب، لكن بالتأكيد شؤونها لا تدار بالقانون ولا بالدستور ولا فيها مجلس شورى ولا مجلس شعب، وبالتأكيد ما فيهاش رئيس جمهورية ووزير داخلية ودفاع. مساء الخير. ايه الفرق ما بين الدولة والقبيلة والعصابة؟ ده موضوع رئيسي في حلقتنا النهاردة. قبل ما اخش ليك في اي فروق، اكيد انت لو مش عارف فسمعت باي حال من الاحوال عن حادث النجيلة، القرية التابعة لسيدي براني في محافظة مطروح. قصة عجيبة غريبة. وزارة الداخلية المصرية عملت لها بيان قالت فيه انها اشتبكت مع عدد من المواطنين المصريين شديد الخطورة. البيان قدامك اهو. تمكنت اجهزة البحث الجنائي مديرية امن مطروح بالاشتراك مع قطاع الامن العام من تحديد مكان اختباء عنصرين اجراميين شديدي الخطورة من مرتكبي واقعة استشهاد 3 من أفراد شرطة بمديرية أمن مطروح. القصة دي معروفة، لكن البيان ده رسمي. البيان ده رسمي. تعالوا نشوف هذا الشيخ من القبائل المطروحية بيحكي قصة مختلفة تماما. نخلص معاه ونخش حلقتنا على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. بسرايا مطروح، نيابة مطروح الكلية، معنا الشاهد نصر الله جميل. ما فحوى شهادتك يا نصر الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. زميلي نصر الله جميل عبد الرسول من براني. نحو شهادتي بالنسبة للموضوع هذا، ساعة بعد جيت الحكومة كلمني محمود بنيجي وقال لي ان الحكومة جاتنا خذت صبيانة واريد نطلع الصبايا. مان محمود بنيجي؟ محمود بنيجي هذا ولد سيدي العيل رجل الشيعي، ابن عم المواطن الصالح ده. كلموه لانه راجل معروف في البلد، وقالوا له احنا الشرطه جت اخذت مننا الصبايا الحريم يعني، واحنا عايزين نطلع من عند الشرطه الصبايا. في الحلقه هنشوف تفاصيل كتير، لكن عايز اوريكم النهارده تفاصيل طبعا نشرح فيها ونشوف الفيديو ده كاملا، لكن عايز اوري حضراتكم النهارده صلاة الجنازة على الشابين. لا تجتمع الناس والقبائل بهذا الحجم على شباب مجرمين أبدا. كل علاقتهم إن هم أقارب واحد من المطلوبين لدى الدولة فقط. وزي ما بيحصل وزي ما حصل قبل كده في سينا، واضح إنه الدولة عايزة يحصل في مطروح. تسليم الشابين في مقابل يطلع الحريم. تمام. ومشينا كلمنا عادل بيه وصحينا بعيد على السينما يطلعوا العويد والعويد. نصر الله جميل المعبدي، واحد من المشايخ المعروفين، بيحكي قصة. كلموا ابن عم الراجل اللي الشرطة كانت بتبحث عنه وتبادل اطلاق النار معاهم. قال له انه الصبايا او نساء القبيلة موجودين عند الشرطة وعايزين نخرجهم. الحديث لا يشمل شخصين، يشمل عدد من العائلات اتصلوا ببعض واتفقوا جميعا من منطقة جغرافية معينة في سيدي براني ان هم يقابلوا او يرسلوا السيد نصر الله جميل للسيد مسؤول مكتب الأمن الوطني في محافظة مطروح، تحديدا في منطقة السلوم. وده يذهب بك مباشرة بأنه الموضوع خرجت منه المباحث الجنائية ومباحث الأمن العام تماما. يبقى اللي بيدور مين؟ الأمن الوطني. واللي وعد هيسلم مين؟
الأمن الوطني، والراجل عنده اتصال ومعرفة سابقة بسيادة المقدم عادل الشيمي، والراجل مش واثق ان ده اسمه الحقيقي، بيقول ممكن يطلع اسم يعني غير حقيقي، لكن ده الاسم اللي بيتعامل بيه في إطار عمله داخل المحافظة. كلموا واتفقوا مع بعض على قاعدة أساسية. القاعدة الأساسية هي أن الشباب دول هيروحوا يتسألوا، لو ليهم في الموضوع هيدار عليهم القانون ويطبق عليهم القانون، لو ما لهمش في الموضوع هيخرجوا بعد هذا السؤال. قصة سهلة مفهومة، قد تكون للبعض مقبولة. فكرة انك انت ما تقعدش الستات او انك تحبس الستات اصلا وتاخدهم رهاين، فكرة في الحقيقة فيها ابتعاد كبير جدا عن القانون ومغالاة في رد الفعل، لكن ممكن يكون الوضع عامل كده، فالقبائل والعائلات اتفقت انه مفيش مشكلة نسلم الشابين طالما الامر هيدخل في اطار قانوني، وتبقى العملية عملية مساءلة قانونية بحتة. وده هنا يخلينا نجيب على السؤال اللي سألته في المقدمة: ايه الفرق ما بين الدولة والقبيلة والعصابة؟ الدولة واحدة من الأشياء الأساسية اللي بتربطها وبتفرقها عن بقية الأجسام الاجتماعية والسياسية والقانونية اللي البشر اخترعوها، هي احتكارها للقوى المسلحة. عشان كده الدول بتأسس قوات نظامية اسمها الجيوش، وقوات شبه نظامية أو نظامية برتبة مدنية اسمها الشرطة. وعشان كده الدولة الناس تخافها. ليه؟ لأنه بأموال المواطنين تشتري الدولة السلاح وتدرب الرجال حتى يطبق علينا جميعا القانون، إلا في الحادثة اللي احنا شفناها دي، لأنه اللي هيقوله الشيخ نصر الله جميل مرعب ويؤكد ان احنا يا جماعة مش في دولة. لينا حالة مسلمة كل ضباط الوزارة. تمام. والموضوع طلع مني. تمام. وهذا اللي حصل بالضبط. بس شكرا، هذه شهادة لله. شهادة لله. ويقول لك قدام ايدي ادخن دخيل. إذن رئيس مكتب الأمن الوطني في السلوم عارف كويس مين اللي أخذ قرار إطلاق النار على الاتنين الشباب اللي الأهالي بتقول ملهمش ذنب والشرطة بتقول عليهم مجرمين إجرام كبير. هل الدولة من حقها أن تصفي مواطنين مصريين حتى لو صدق كلامها وطلعوا متهمين ومجرمين فعلا؟ الإجابة لا. اللي بيفرق الدولة عن القبيلة إنه القبيلة الأصل فيها والروابط فيها هي روابط الدم والنسب، لكن بالتأكيد شؤونها لا تدار بالقانون ولا بالدستور ولا فيها مجلس شورى ولا مجلس شعب، وبالتأكيد ما فيهاش رئيس جمهورية ووزير داخلية ودفاع. العصابة هي مجموعة من الأشخاص اللي قرروا أن يخترقوا القانون وينتهكوه عشان يحققوا مصالح محددة، حتى لو اضطروا استخدام السلاح في هذا السبيل. فأنت عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، كيف تأمن على نفسك وكيف تأمن على مالك وكيف تأمن على مستقبل هذا الوطن لما الدولة مش عارفة تفرق تصرفات الدولة
من تصرفات العصابة. الفيديو ده اتاخد من داخل مقر النيابة العامة، وفي الحقيقة المفروض انه هذا الكلام كتب في محاضر مسطرة لا يلعب فيها احد. لكن السؤال اللي احنا لازم نسأله، هل هناك قيادة اعلى من عادل بالشيمي عندها قرار قتل المواطنين بدون العودة للنظام القانوني من نيابة ومحكمة؟ الواقع بيقول وان الدولة دي عندها هذه السلطة وتعطيها لنفسها وتقتل مواطنين لأنها بلا حساب.